تعال أقول لك حاجة غريبة شوية. هل كنت تعرف إن طريقة قعدتك أو درجة حرارتك أو تعابير وجهك بتأثر جدا على قراراتك والطريقة اللي بتفكر بيها؟ والله تخيل. العلماء بيسموا ده الإدراك المجسد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مخك مش شغال لوحده، جسمك بيشارك في عملية التفكير. انت ممكن تبقى متصور ان التفكير هي عملية بتتم داخل المخ فقط، لكن الحقيقة ان عملية التفكير اللي بداخل المخ بتتأثر جدا بكل ما يتم في جسمنا. يعني مثلا لو انت مسكت لك فنجان قهوة سخنة وانت بتتعرف على حد لأول مرة، ممكن تحكم عليه ان هو شخص دافئ وان هو شخص طيب، ولو كانت القهوة ساقعة او القهوة باردة احتمال تعتبره ان هو شخص بارد او شخص جاف. الموضوع مش هزار، دي تجربة نفسية شهيرة حصلت في جامعة ييل سنة 2008. لو خدنا مثال تاني على الموضوع ده، لو لبست هدوم تقيلة أو شلت شنطة تقيلة، ممكن تحس إن القرار اللي بتفكر فيه حاليا أهم وأخطر من الطبيعي. ليه؟ لأن جسمك بعت لمخك إحساس بالثقل، فالمخ ترجمه إنه قرار تقيل وإنه قرار مهم. وده اتجرب فعليا في أبحاث كتيرة اتعملت على طلاب في جامعات أمريكية. كمان في تجربة تانية أثبتت إن لو وشك عامل حركة الضحك حتى لو مش بتضحك فعليا، نفسيتك ممكن تتحسن شوية. يعني مجرد إن أنت تبتسم ده ممكن يخلي دماغك يصدق إنه هو مبسوط. يا ترى إيه اللي الكاتب عايز يقوله في الفصل ده في كتاب أنت لست ذكيا إلى هذا الحد؟ عايز يقول لنا إن دماغنا ما بتشتغلش في الفراغ، دماغنا بتترجم كل اللي جسمنا بيحسه. مرة تانية، دماغنا ما بتشتغلش في الفراغ، دماغنا بتترجم كل اللي جسمنا بيحسه. يعني القعدة، اللبس، الريحة، الصوت، الجو، كلهم بيفرقوا في ازاي بنفكر وازاي بنحكم على بعض او على الظروف او على الاشخاص اللي قدامنا، وازاي بنتعامل مع نفسنا او بنتعامل مع العالم اللي حوالينا. عشان كده لو عايز تغير وضعية جسمك، غير طريقة تفكيرك، ولو عايز تغير طريقة تفكيرك، غير وضعية جسمك. لو خدنا أمثلة من حياتنا العملية، لو انت داخل تقدم على شغل ولبسك مش مريح أو الإضاءة مزعجة أو الكرسي مش ثابت مثلا، مخك بيبدأ يديلك مشاعر توتر، وده هيأثر على إجاباتك وثقتك بنفسك. يعني الموضوع مش بس تحضير، لا، لابد من تهيئة جسمانية أيضا، عشان التهيئة اللي انت بتعملها لجسمك ده بيدعم دماغك. الخلاصة هنا انك لو عايز تفكر احسن او تاخد قرارات اوضح، اهتم بجسمك وقعدتك ومحيطك والاشياء اللي انت بتشمها والاشياء اللي انت بتتعرض لها، لان جسمك مش وسيلة بس للحركة، ده شريك اساسي في عملية التفكير.